ضروري جدا في كل المباريات التي يلعبها على أرضية الميدان في السودان، سواء هنا أو في درمان. الكرة بعيدة لسمان الصاوي، والحكم يقول ركنية أولى في اللقاء للمنتخب السوداني، لأنه المركز الثاني، لأنه تتأهل إلى النهائيات يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الاثني عشر، بالإضافة إلى أفضل 3 منتخبات تتحصل على المركز الثاني، بالإضافة إلى منتخب البلد المنظم والتسديدة من قبل سمان الصاوي، أكثر لاعب سوداني لمس كرات لحد الآن في 5 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الأول. ما زال التعادل 0 مقابل 0 بين المنتخبين السوداني والملغاشي. كرة سودانية في وسط الميدان، نصر الدين الشغيل يرجع للخلف لعمر أحمد وحسين الجريف. سودانية الكرة والانطلاق عن طريق اللاعب معاد عبد الرحيم، يرجع فيها الوسط على الجهة اليمنى بلا جابر. كرة تمشي والضغط العالي واضح من جانب لاعبي المنتخب الملغشي. كرة في اتجاه معاد عبد الرحيم يحاول المرور. معاد هذا لاعب هلال الأبيض، هو كذلك من بين ال5 لاعبين موجودين الفريق المحلي في التشكيلة الأساسية لمنتخب السودان في مباراة اليوم. في التماس الكرة صالح المدافع توماس فونتين، يلعب في نادي كليرمون فيرون في فرنسا. كرة بعيدة للأمام والانطلاقة على الجهة اليسرى بواسطة زوت سارا وللتماس. سارا يحمل رقم 8، وفانيف أندريا تسيمو يحمل رقم 9، وكلود أندريا وشارل أندريا عفوا يحمل رقم 2، يلعب هو أيضا مهاجم إضافي. في التماس الكرة توماس فونتين بعيدة للأمام. شوف الحراسة غير موجودة تماما على اللاعبين الملغشيين. بعيد تسلل أشار لها الحكم هنا بالنسبة لي لما يكون المنتخب في أصعب الظروف. السودانية الكرة على الجهة اليمنى بلا جابر يلعبها في الوسط مع رفيقه نصر الدين الشغيل. ضاعت الكرة والانطلاقة في الهجمة المعاكسة، البحث عن شارل أندريا. عنده الكرة أندريا واصل من العمق، هي الكرة من أندريا. كرة خطيرة للمنتخب الملغشي، المراوغة والثانية بابا رائعة، التوزيع والدفاع رائعة. الكرة هنا عن طريق بولين فوافي يصنع الفارق وكاد يفعلها لمنتخب مدغشقر. اللعبة كم كانت رائعة، المراوغة المزدوجة على لاعبين 2 ثم التوزيع والتغطية الدفاعية. شوف الانطلاقة من باولين فوافي، المراوغة الأولى ثم الثانية والتوزيع رائعة. الصد كان أروع من قبل المدافع عمر أحمد، يخرج الكرة للركنية الأولى للمنتخب الملغاشي. في تنفيذها شارل أندريا، هذا اللي يلعب في فريق اتحاد العاصمة الجزائري، مشارك في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. شارل أندريا في تنفيذ الركنية للمنتخب الملغشي. الكرة المقوصة داخل خطيرة، والدفاع يتدخل ويخرجها بصعوبة. ما زالت ملغشية. الحكم ماذا للخط الخلفي مع مدافع حسن الجريف على الجهة اليسرى لأحمد محمد، يصعد بالكرة هذه هيلة منه. أحمد ينتظر المساندة، يرجع للخلف مضطر. سمان الصاوي غير تماما، هيل الكرة البينية والدفاع يتدخل. تبقى سودانية محاولة المراوغة، خذ وهات. الكرة وصلت على الجهة اليمنى لبلا جابر، يلحق عليها بلا، محاولة التوزيع هيلة منه والدفاع، التسديد الصاوي بابا رائعة. السمان الصاوي في أول محاولة سودانية، كرة صدها الحارس، قوية جدا هذه التسديدة من السمان بيسراه، والحارس كان بارع في صد هذه الكرة. ثم يخرجها توماس فونتين للتماس لمنتخب السودان. بلا جابر، هاي الإعادة مرة ثانية. السمان الصاوي دائما يضع نفسه في الأماكن اللائقة ويسدد من على خط 18 متر بيسراه. كرة قوية صدها الحارس. مهند الطاهر لاعب نادي هلال الأبيض في تنفيذ هذه المخالفة. مرة تبدو مفتوحة على كل شيء. منتخب الملغاشي لم يغلق اللعب، الكرة بالراس من هناك. وسمان الصاوي مرة ثانية، لم تخرج الكرة بعد، تبقى ملغاشية. ستيف سيث ضغط متبادل من كلا المنتخبين. تكون الكرة في منطقة مدغشقر يضغط السودانيون. الكرة خطيرة في العمق والانطلاقة والتوغل، خطيرة، جول، بابا جول.
هدف في منتهى الروعة والأول لمنتخب مدغشقر. فعلها فاناف أندريا تسيمو مهاجم نادي سوشو، لم يترك ولا فرصة لأحمد عبد العظيم. عند الدقيقة 15 يفعلها المنتخب الملغاشي ويهز شباك منتخب السودان بلعبة من أروع ما يكون وسط خلل فادح في دفاع المنتخب السوداني. قوة كبيرة ودقة في التسديد من قبل أندريا تسيمو يفتح مجال التسجيل لمنتخب مدغشقر على المنتخب السوداني على أرضية ميدان وأمام جماهيره. اوي 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 اوي، اللعبة كم كانت رائعة والهدف أروع. هدف مقابل 0 صارت النتيجة للمنتخب الملغاشي. هذا هو مسجل الهدف قلب الهجوم فانيف أندريا تسيمو، يلعب في نادي سوشو الفرنسي. هدف مقابل 0 صارت النتيجة الآن بعد مرور ربع ساعة لعب منذ انطلاقة وانطلق من هناك على الجهه اليسرى حسن الجريف. الكره البعيده من حسن في العمق، البحث عن معاذ عبد الرحيم وسيف الدين مالك. سيف الدين مالك يلحق على هذه الكره قبل ما تخرج والدفاع يتدخل ويخرجها تماس. اعتماد على اندفاع سيف الدين مالك وكذلك معاذ عبد الرحيم لا يكفي. في وقت التغيير سيكون السوداني بعد حين في اللحظات القادمه من عمر المباراه. خطيرة الكرة والدفاع يدخل أطهر الطاهر. ننتظر من المنتخب السوداني أداء أفضل من الذي شاهدنا لحد الآن. كرة بالراس مرة ثانية، البحث عن معادة. لا كاد يأتي الجول الأول بنيران صديقة من قبل رزقان. كاد يباغت حارسه ويعدل النتيجة لمنتخب السودان. شوف كيف بولين فوافي يحتج على قلب دفاعه باسكال رزافان. لا 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 لا، لقطة حرجة وصعبة وغريبة شوية انك ترجع لحارس الكرة مثل هذه. كرة بالراس وركنية اخرى يقول حكم اللقاء للمنتخب السوداني. في تنفيذها مهند الطاهر، يرفع كرة عالية بعيدة للأمام بالرأس والتغطية الدفاعية من قبل زوت سارة وكرة أخرى بعيدة تماما ضربة مرمى. لم يقدر المنتخب السوداني على إزعاج عناصر. ممكن في الدفاع لم يكن جيدا لأنه اللاعب كله مركز عليه من جهة المنتخب الملغاشي والحارس. طبعا المدافع دوره الاساسي هو الدفاع قبل ان يكون مساهمه في اللعب، هو الدفاع واعطاء ايصال الكرات في احسن الظروف لرفقائه، ثم اذا قدر واذا كان بحاجه اليه رفقائه يمكن يساعدهم في الهجوم. شفنا هو اللي يشرف على تدريب منتخب مدغشقر الذي تاهل الى دور المجموعات بعد دورين تمهيديين، وهو متفوق على السودان في السودان بهدف مقابل 0 في اول مباراه في تصفيات كأس افريقيا المؤهله الى الكاميرون في سنه 2000. وانهم نشوفهم دائما مع منتخب السودان حاضرين. كره بعيده من هناك في الجهه اليمنى في اتجاه قلب الهجوم. سيف الدين مالك يلحق على هذه الكره، يبحث عن المراوغه من امام توماس فونتين. رائعه من سيف الدين. الانطلاقه دينيتري، المراوغه بولين فوافي رائع جدا، رجعت له مرة ثانية فوافي يحاول المرور. لا وكاد يكون الهدف الثاني. ما زالت الكرة من هناك على الجهة اليسرى لصالح عناصر المنتخب الملغاشي في بلجيكا وفي فرنسا الدرجة الأولى. كرة في المخالفة من شارل أندريا، يلعب في الدوري الجزائري هذا، وكذلك بولين فوافي في الدوري المصري في نصف مصر المقصة. شارل أندريا والدفاع بصعوبة يخرجها بعيدة للأمام في اتجاه الثنائي سيف الدين مالك ومعاذ عبد الرحيم. عودة جماعية لعناصر المنتخب الملغاشي إلى عن طريق حسين الجريف. الكرة البعيدة من هناك على الجهة اليمنى فاتت. فوافي يراوغ بولين، فوافي مازال عنده الكرة، فوافي يلعب الكرة بينية بابا القائم شارل أندريا ضربة جزاء. نعم
فعلها شارل أندريا وتحصل على ضربة جزاء. رائعة الكرة هذه عندما يتحرك بولين فوافي، تتحرك مدغشقر وينهار منتخب السودان. فرصة إضافة هدف ثاني بعد ربع ساعة منذ انطلاقة الشوط الثاني. هدف أول سجل في الربع ساعة الأول، وهدف ثاني قد يسجل في الربع ساعة الثاني. شارل أندريا فعلها راوغ وتوغل، والعرقلة من أحمد محمد. يا سلام، من هجمة واحدة، من كرة واحدة، من لعبة واحدة، من لقطة واحدة فعلها منتخب مدغشقر، وهو يتحصل على ضربة جزاء وفرصة إضافة هدف ثاني لشارل أندريا. أوه لا، ولكن قبلها اللعبة كم كانت رائعة من بولين فوافي. مفاجأة كبيرة إن تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على السودان هنا في أول خرجة في تصفيات كأس إفريقيا في المجموعة الأولى. اللعبة كانت رائعة، سريعة جدا من هجمة معاكسة. شارل أندريا يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء لصالح منتخب مدغشقر في السودان. شارل أندريا يستعد ويتقدم. أندريا جول ببراعة وبأناقة وبدقة. شارل أندريا يضيف الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر، ويفعلها أقصد المفاجأة الكبيرة اليوم. مدغشقر متفوقة على السودان في السودان ب2-0 في ملعب شيكان. لا 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 لا، دقة رائعة جدا عند شارل أندريا وجول ثاني. هدفان مقابل 0 صارت النتيجة لمدغشقر على السودان، أمام حيرة كبيرة لعشاق الكرة السودانية وجماهيرهم الوفية الموجودة بكثافة اليوم في مدرجات ملعب شيكان، كما نجدها أيضا بكثافة في مباريات المريخ والهلال ومباريات المنتخب السوداني، سواء لعبت هنا أو هناك لصالح المنتخب السوداني. أطهر الطاهر في تنفيذ المخالفة. بابا جول. يا سلام عليك يا أطهر الطاهر، يا سلام، هدف في منتهى الروعة عالمي. يا سلام، جول ولا أروع من أطهر الطاهر، يمحي الأداء الرديء والسيء لمنتخب السودان ويبعث المباراة من جديد. فعلها أطهر الطاهر ببراعة وبأعجوبة في الزاوية اليمنى، جول. صارت النتيجة 2-1 الآن لمدغشقر أمام السودان من أطهر. هدف ولا أروع، حطها في الزاوية 90 من حوالي 30 متر. بابا كاد يرتطم وجه إبراهيم عثمان بالقائم. أطهر الطاهر فعلها ويبعث منتخب السودان من جديد، ويسجل جول في منتهى الروعة ويفعل ما لم يقدر عليه المهاجمين في وسط الميدان. الكرة السودانية الآن يسرى، وضعية تسلل أملا، كرة خطيرة. جول. هدف ثالث للمنتخب الملغاشي عن طريق زود سارة، يفعلها ويسجل الجول الثالث. وينك يا أحمد عبد العظيم، وينك؟ هدف ثالث قاتل، لعبة من أروع ما يكون. انطلق من هناك بوابي، مررها على طبق رائع جدا. شوف الإعادة مرة ثانية. أوه يا أحمد يا عبد العظيم، هدف ثالث ملغاشي عن طريق اللاعب زود سارة في الدقيقة 83 من عمر المباراة، في وقت كنت قلت منذ حين بأن السودان قد يعدل النتيجة ومنتخب مدغشقر قد يضيف الثالث، لأنه تظهر الثغرات والمنتخب الملغاشي خطير في الهجمات.